أهلا بيكم في بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. هنا بنتكلم عن الحاجات اللي محدش بيركز فيها بس ممكن تغير مصير شركتك بالكامل. النهاردة هنتكلم عن سؤال بسيط بس إجابته مش دايما واضحة. ليه شركات كتير بتخسر وهي بتتوسع؟ يعني بتبيع أكتر، بتوظف أكتر، بتفتح فروع، وبرضه الخسارة بتزيد. تعالوا نمسك الموضوع واحدة واحدة. التوسع بيكلف. أي خطوة توسع وراها مصاريف. فتح فرع يعني أجار، تجهيز، موظفين، أجهزة وأدوات. منتج جديد يعني دراسة، تعبئة، تسويق، شحن، دعم. يعني المصاريف بتبدأ من أول يوم، لكن الفلوس اللي داخلة بتتأخر وساعات ما تجيش. الكاش بيتزنق وانت بتكبر، بتبيع أكتر بس بتدي تسهيلات للناس، تقسيط، أجل، خصومات، وفي نفس الوقت الموردين والمرتبات عايزين كاش. تبدأ تبيع والبنك بينقص، تبص تلاقي الأرباح على الورق موجودة بس الفلوس مش كفاية تسد اللي عليك. ودي أكتر حاجة بتخنق الشركات وقت التوسع. الإدارة بتتفكك وانت صغير، كل حاجة تحت عينك، لكن لما تكبر الأقسام بتبعد عن بعض، المبيعات في حتة والمشتريات في حتة، والمالية بتحاول تلحق. والمشكلة غلطة صغيرة في التسعير أو في التكاليف ممكن تكلفك آلاف وانت مش واخد بالك. هامش الربح بيقل في وقت التوسع، تبدأ تقدم خصومات، تزود الإعلانات، وتحاول تكسب عملاء بأي طريقة، بس ده بيأثر على الهامش، يعني بتبيع أكتر وتكسب أقل. وفي شركات بتشتغل على هامش 1%، أي هزة بسيطة تدخلهم في خسارة. الخلاصة النمو مش غلط بس لازم يكون مدروس، مش أي رقم كبير معناه نجاح. ولو التوسع مش وراه نظام قوي ومتابعة مالية مظبوطة، ممكن تبقى بتحفر لنفسك حفرة وانت فاكر انك بتكسب. اسأل نفسك قبل ما تكبر، هل عندي كاش كفاية؟ هل الفريق جاهز؟ هل أنا فاهم الأرقام؟ وهل الزيادة هتجيب ربح ولا مشاكل؟ أنا إسلام السمان، وده بودكاست على الهامش. لو شايف إن الحلقة فرقت معاك، ابعتها لحد بيدور على توسع أو داخل على مرحلة نمو. تابعني علشان توصلك الحلقات الجاية أول بأول. والسلام.